تتذكر انت قبل 3 أسابيع جبتك لهذا المكان للنهر المتجمد والوضعية كانت انجماد على آخر، وهسه بعد 3 أسابيع شنو الوضع بهذا المكان؟ تعالوا خلينا نتشيك سوية يا حبايب قلبي. طبعا ما شاء الله الصوت مال النهر واصل لهنا، يعني شنو الوضعية غير شيء عن آخر مرة. تعالوا خلينا نستكشفها سوية، يلا حبايب. صاير انزلاق بالقاع، يعني الثلج نازل ومايع كليته، والقاع صاير عبارة عن طين. وين الثلج يا شباب؟ شوفوا يا الله، هاي بشارة خير والمكان جاي يتغير وكله عبارة عن طاقة شنية إيجابية. تعالوا خليني أشوفكم شغلة ثانية بهذا المكان. الزرع أو الأشجار قامت تطقق، يعني هاي بشارة كلش حلوة. ممكن بعد شهر من هاي اللحظة أو أقل راح يبدي الخضار يعم بكل هذا المكان. مثل ما قاعد تشوفون ورايا الشلال بدأ يظهر بعد الثلوج ما ذابت، والوضعية غير شيء وطاقة إيجابية على آخر. يا رب ما شاء الله. طبعا باقي بس قطعة واحدة مال الثلج واقفة بهذا المكان صامدة لحد الآن، بس أقول لك شغلة واحدة، أنت ما راح تظلين يوم يومين وراح ترحين ونخلص من عندك. يلا شباب تعالوا خلينا نشوفه من هذا المكان. يا الله ما شاء الله. على الآخر حبايب، والله في الشعور كلش حلو، طاقة إيجابية لما تشوف الثلج كله راح، شعور كلش حلو لا يقاوم. تعالوا خلينا أشوفكم. هالمنطقة قبل شهر كانت عبارة عن بياض مو طبيعي، وهسه قاعد تشوفون الوضعية اختلفت خلال 3 أسابيع حتى مو شهر. فيعني ما شاء الله الأجواء تبشر بخير. قاعد تشوفون هالقطع بعدها إن شاء الله نخلص منها قريبا همين. بس هاي شلون صامدة هاي؟ اوعي روحي يا معودة روحي خلصينا منك. هذا النهر من هنا يجري ويروح كلية اللي قدام. هسه ممكن اخذكم لهذيك المنطقة لان الثلج كله ذاب ونشوف الوضع شنو هو هناك. المنطقة دار مدار تغيرت بصورة مو طبيعية، كأنما مكان جديد وأبد ما شاف فيه قبل. بس سبحان الله، الله قادر قلب هالمنطقة إلى بياض ناصع، تغيرت كل ملامحها، وهسه الأمور بدأت تتغير تتحسن، والوضع راح يكون يختلف من هنا بعد شهر، وبعد من هنا للصيف الوضعية راح تكون خرافية. العالم راح تتفادى هالمكان، اللي يصيد سمك بهذا المكان، اللي يروح يشوي، اللي يتمشى، اللي يشوي حيواناته، يعني الأمور راح تتغير بصورة إيجابية الحمد لله والشكر. منسوب المي خلال فترة الصيف راح ينزل أقل من هاي الصخرة، فهسه الأمور تمام لأن الثلج ذايب هالسوا والمي متجمع، فلذلك راح يكون بهاي الصورة. بعد فترة الصيف أعتقد المي منسوبه راح ينزل. يلا شباب خلينا نروح على المنطقة الثانية، نعبر الجسر ونمشي على هذا الدراب إذا تتذكرون، نشوف الوضعية هناك شنو. يلا تعالوا حبايب قلبي. قاعد تشوفون هذا الدراب؟ الثلج كله راح واختفى وخلصنا من عنده وما اريده بعد. ايه بس لدرجة انه اقعد هنا انا واتربع واسولف وياكم. ايوه قبل شهر انا قايل لكم الجو كلش كان دافي وحلو، هسه بعد ادفى، القمصله خفوت وهذا شويه بعده الجو بعده وندي، يعني بيه رياح بيه بروده شويه، بس الجو حلو كلش حلو. تقريبا درجه الحراره هسه حاليا 9 زائد 9، فيعني الجو كلش حلو. شوفوا هاي الصخور هالقد ما متنقعه بالثلج، كانت متغطايه بالثلج وذاب عليها الخضار، قام يطلع عليها مثل الطحالب او اعشاب خاصه ما اعرف. شباب صوت المي طاغي على صوت الطبيعه، انا جاي اسمع صوت عصافير من المسافات،
بس الصوت ما جاي يطلع بسبب الصوت مال النهر. ممكن لما نبتعد الليغاد الصوت راح يبدا يظهر اقوى واقوى. والله اتمناكم انتم هسه حاليا قاعدين يمي هاي القعده الحلوه، نسولف وندردش وممكن نشوي. رمضان خلص على خير وكان سهل الحمد لله. كل عام وانتم بخير كليتكم، ان شاء الله تكونون بصحه وسلامه. شوفوا هذا الشعاع المي كلش حلو، شوفوا شلون تغير بصوره مو طبيعيه ما شاء الله. اي شباب هسه انا جاي امشي على الدرب، تقريبا وصلت مسافه اللي قدام لاحظت الثلج بعده فوق الدرب مغطي بهاي المنطقه، لان هاي المنطقه ما يوصل لها الشمس مثل المناطق الاخرى، راح تكون متغطايه بسبب كثافه الاشجار او هذا البيت من الجهه. فتعالوا خلينا نشوفها سويا. مثل ما قاعد تشوفون هسه الثلج مغطي على هاي شويه وجاي يذوب، يعني مرحله الذوبان. هسه هنا ثلج اكثر غطاه للدرب ما شاء الله. المكان كلش متغير. هذا هم فتره اسبوع اسبوعين كله يروح هذا الثلج ويطلع الطريق وتبدي العالم تتوافد لهاي المنطقه. خلال اسبوع او اسبوعين هاي المنطقه راح تتغير تماما، لان هذا الثلج ممكن يذوب خلال هاي الفتره وبعدين العالم تجي تتوافد يروحون لهذا المكان ما الشوي. فتعالوا وياي خلينا نروح نشيكه شنو وضعه بهذا الوقت، اكو شيء تغير به لو لا. يلا. طبعا اكو شخص هناك جاي يشوي شباب، خلينا نروح نشيك شنو الوضع. شوفوا من يتذكر هاي، ما حد كتب لي بالتعليقات هاي مال علج مي او شنو هذني الشغلات النازلات هيك. يا بقولوا لنا شكو ايش بيكم، هي معلومه. جاي تشوفون الذكريات العالم تكتبها على الحائط. وهنا هذا الشخص جاي يشوي، جاي يعيش اجواء الصيف حاليا من هسه. وهاي العالم جاي تتمشى نفس الوقت. وجاي تشوفون هاي الظروف الموجوده بالشجره، هاي الدوائر المحفوره. هذا طير نقارة خشب يجي هنا وينقر، مرات تسمع صوته من مسافة كلش بعيدة. فهاي الآثار اللي يتركها. وهذا الخشب بهاي المنطقة موجود. هسه مستعد انه انا اروح للجهة الثانية ونشوف شنو الوضع بهذيك المنطقة. ان شاء الله ما تكون ثلوج، لان المنطقة تكون متغطاية بين الاشجار والشمس ما يوصلها هواي. بس خلينا نروح نشيك نشوف الوضع، اذا نقدر نطب للعمق نطب، واذا ما قدرنا نجيبكم مرة ثانية ونشوفكم المكان. يلا حبايبي ليتس جو. هسه راح ارجع رجوعا ونروح لهاي المنطقة الثانية من الجهة الأخ. خلنا نشوفها شنو الوضع هناك. جاي تفادى الأشجار. مثل ما جاي تشوفون هذا الإفطار ينبت على الأشجار. هسه صعدت من الدرج وراح أطلع من هاي المنطقة، بس أروح من الجهة الثانية نشوف شنو الوضع هناك. كنا من هذيك الجهة هذاك الجسر وهذا النهر يجري هيجي ويستمر. فيعني هسه احنا رايحين من هاي الجهة، وهاي هي المنطقة من هنا. المي هذا ياته جاي يجري من هنا، هذا مكان جريانه ويروح للنهر. وهذا صار هسه عليه طبقة شفافة جامد. هنا حتى الأرضية خضار صايرة سبحان الله. ما أعرف هي نوع الشجرة أو ممكن تكون طبيعة الأرض هنا، والله ما أدري. سبحان الله، اللي يعرف خلي يقول لي، ترى أنا جديد على هاي السوالف مال طبيعة ما طبيعة. هسه أنا صعدت فوق هاي التلة وراح أتوجه اللي قدام بعد نشوف المي اللي ما راح يستقر. يعني هذا الضوضاء وصوت مال المي وين راح تبدي تخف، ممكن قريبا ممكن ليته يعني لاحقا. فيلا خليكم وياي وخلنا نشيك المنطقة بعد أكثر. خلنا نروح للعمق. وهذا النهر جاي يمشي وراح يستقر بهذيك المنطقة. هسه راح أتقدم وأشوفكم بعد.
اعتقد هذا اللي بلقاه اسمه بلوط، والله ما ادري شنو. شباب راح اتعبكم، اللي يعرفه خليه يكتب لي بالتعليقات. شوفوا ايش قد واقع من هاي الشجره بلقاه. طبعا جاي لاهث بالقوه، جاي اخذ نفسي لان الطريق عباره عن نزله وصعده، نزله وصعده، صعده نزله وصعدتين، وهيك الوضع صاير. فيعني سبسكرايب لايك لان جاي اطلع لكم وياي وما مقصر وياكم، فلا تقصرون وياي. والله يضيفون لمسه حلوه كلش للفيديو باصواتهم، يوصلوا لكم اجواء الطبيعه. ان شاء الله ما نوقع. حاليا المي ركد بهاي المنطقة، فيعني هالمنطقة غميجة وهدوء على الآخر بهذا. هاي المكان الثاني ماشاوي بهاي المنطقة من الجهة الأخ، يعني سيبايات، مكان مثل المنقلة، وتقعد على هاي القعدة وتشوي انت واصدقائك. شوف هاي الشجرة نازل مثل الشمع بيها، وهذا مثل النهر المصغر، همين آثار ثلج موجودة بهالمكان. هسه المنطقة هدوء بهاي المكان، فسبحان الله اكو هسه أشعة الشمس مرطب بين الأشجار، والقاع عبارة عن خضار يعطيك هذا اللون الذهبي. الله القادر سبحان الله، فيعني يعطيك جمال للعين ما شاء الله، جنة على الأرض. اللهم صل على محمد. وهي هاي المنطقة إذا هسه أعبر من هنا على الجسر وأتقدم وأروح، أكو همين جسر ثاني أصعد راح يرجعني منين ما أجينا، يعني بشنو الشكل دائري داير مدار النهار. ايه يا حبايب قلبي وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا هو كان عندي مشوار متوجه المكان، فقلت والله هو ما دام بطريقي راح اوقف اصور لهم تحديث قصير على هذا المكان وشنو الوضع به، وراح اسوي لكم بعد فيديو يمكن بالصيف ان شاء الله هم تكون الوضعيه راح تختلف 100%، وراح اشوفكم الاجواء وشنو هي الاكتيفيتيز، النشاطات راح تكون بهذا المكان بهذيك الفتره. فسووا لي سبسكرايب وتابعوا الفيديوهات ملاتي وشيروهن ويا حبايبكم، وراح احدثكم فيديوهات احلى بعد. يلا حبايب قلبي، بيس اوت، في امان الله.